السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا يا أمورة انت وهي نبدأ فيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، أيام جميلة، أيام كلها بركة بركة بركة. استشعروا رضا ربنا علينا انه ادانا العمر وأحيانا علشان نعيش أجمل شهور في السنة إن شاء الله، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان. ربنا ينعمه عليا وعليكم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم امين. بتعملي ايه يا هنا ورايحه فين؟ ده نص كيلو لحمه يا حبايب هنا، بس احنا النهارده بربع كيلو لحمه بس هنعمل فكره لافطار اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا ارحم الراحمين. عملتي ايه يا هنا؟ بصراحه هعمل بتنجان جنب الاكله القمر دي يا بنات، واللي متابع معايا احنا عملناها مع بعض قبل كده. اكله سهله وسريعه وفي نفس الوقت لذيذه وبرده مش مكلفه الحمد لله. عايزين ربنا ان شاء الله يدينا البركه كده ويكون عندنا رضا في الايام اللي احنا فيها، حتى لو الحياه بقت غاليه حوالينا. عايزين نستشعر الرضا كده وما نكهربش البيت يا بنات، ونيجي على ازواجنا اكتر ما الدنيا والزمن جاي عليهم الحمد لله. هما بيطلعوا وبيسعوا بياخدوا بالاسباب، انت بتطلعي بتشتغلي وبتسعي بتاخدي الاسباب. سبحان الله عز وجل، علينا السعي وعلى ربنا الرزق ان شاء الله. يلا يا بنات هنعمل ايه؟ انا اخدت بتنجانه كده قمرايه كده وحلوه، قطعتها وحطيت عليها حبه من الملح وركنتها على جنب علشان ايه؟ تنزل كل الميه بتاعتها، بحيث لما نيجي نقليها ما تشربش زيت. والزيت بقى غالي يا بنات وانتوا عارفين الزيت، مش عارفه يا جماعه يعني بقى سمنه ولا بقى ايه، ولا الحمد لله الزيت شاف نفسه حبتين ثلاثه الايام دي. وطبعا كيسك قدامك زي ما انت متعوده مع هنا، توضبي كل خضارك عليه وتلميه كده ويبقى مطبخك ورخامتك زي الفل. غسلنا كام بطاطسيه زي ما انتم شايفين، حبتين بطاطس بس، وكم طماطميه وقرنين فلفل اخضر، وهنعمل احلى وصفه واجمل وصفه وبركه ربنا معانا في كل الوصفات. طيب يا هنا اللي موجود جديد معانا، ايه البركه بنجيبها منين؟ بنجيبها من صلاتنا الصباحيه ودعائنا التحصيني، وكمان الصلاه على اوقاتها. وهفضل اقول لكم الصلاه على اوقاتها يا بنات. سبحان الله عز وجل، وبنحسن الظن في الله وبيكون عندنا يقين في الله بان النهارده يوم جميل، النهارده وبكره وبعده وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. شوفوا ما شاء الله، مسكت حبتين بطاطس قطعتهم صغير قوي يا بنات، مكعبات صغيره جدا، وهقليهم كده زي ما انتم شايفين. وهنشوف الوصفه دلوقتي هنعمل ايه. هنعمل اكله جميله جدا جدا جدا. ايه كميه البصل دي يا هنا؟ ما انت خليكي ست بيت قروبه، يعني مثلا نص كيلو لحمه احط عليه كيلو بصل. طبعا بهزر معاكي، بس هو البصل جميل وحلو، احنا عايزين نكتر وصفتنا كده ونحليها علشان ايه؟ الدنيا تمشي معانا وربنا يرحمنا برحمته ويرزقنا برزق اولادنا، اللهم امين، ويعيننا على تربيتهم. بما ان احنا قعدنا بقى وبدانا ندعي، ها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ طبعا زي انت متعوده، خلصتي كبتك بالفوطه بتاعتك وامسحيها ولفي السلك عليها كده، ما شاء الله الموتور بتاع الكبه بقى زي الفل. مش محتاجه زي ما متعودين يوم كامل ننظف فيه الادوات الكهربائيه، لانك ايدك في حاجتك دايما، فما شاء الله هتبقى جميله. يلا عملت البصل اهو المفروم اللي انا حطيته على حبه من الزيت، ونزلت بقى بايه؟ بنص كيلو اللحمه. اللحمه دي يا بنات لحمه مجمده، بس سعرها اقل شويه، نعمه وفضل من عند ربنا. نحاول نتكيف كده وربنا هيحلي كل حاجه قدامنا، كل حاجه هتبقى جميله وكل حاجه هيبقى فيها بركه طول ما عندنا رضا. خليكي راضيه من جواكي، خليكي راضيه من جواكي على اي حاجه بتحصل. عجبا من امر المؤمن فكله خير، اذا اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، واذا اصابته سراء فشكر فكان خيرا له. يعني في كلتا الاحوال الصبر والشكر يا بنات، نصبر على البلاء ونشكر على النعم. وصدقوني لو في بلاء دلوقتي في حاجه، سواء في غلاء اسعار، احنا عندنا نعم كتير جدا 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 نحمد ربنا عليها. سبحان الله عز وجل، اول نعمه واخر نعمه وكل النعم ان حتى لو في غلاء ربنا مدينا البركه. بتعملي ايه هنا؟ ببهر بقى اللحمه المعصجه بتاعتي يا حبايب هنا. هنحط معاها شويه 7 بهارات، وكمان شويه بابريكا زي ما انتم شايفين. هنحط كام ورقه من اللورة يا بنات، بيخلوا اللحمه تروح في حته تانية خالص. ما شاء الله تبارك الله. ظبطي دنيتك حبه من الملح كده، وخلي اللحمه المعصجه بتاعتك زي القمر. يلا واللحمه الشغاله نقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. دعاء لتفريج الكرب. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، دعاء وكنز من كنوز الجنه. لا حول ولا قوه الا
بالله، عايزة خير الدنيا والآخرة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. عندك هم وعندك غم وحاسة إن أنت مهمومة ومغمومة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عندك أمر عسير عليكي أو مشكلة مع حد، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، قولي وكلتك أمري يا حسبي ويا وكيلي ويا كفيني. عايزة حاجة من ربنا ونفسك ربنا يفرجها عليكي، قولي اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يا بنات الأدعية جميلة، الأدعية جميلة جدا جدا جدا. احنا بنقعد نحفظ عيالنا المنهج بتاعهم، طب ما نحفظ احنا كمان كم دعاء كده يقربنا من ربنا أكتر. مش معنى كده انك لازم تحفظي أدعية عشان تبقى قريبة من ربنا، انت ممكن تقولي اللي جوه قلبك وربنا سبحان الله عز وجل عالم بيه وبيستجيب. بس ايه المشكلة لو نقول أدعية كده مرتبة، لو نقول أدعية سنة عن الأنبياء اللي قبلنا فما شاء الله ناخد بركتها. على فكرة يا بنات لما تكوني بتقولي الدعاء وانت قارياه وفهماه وعارفة فضله بيكون حاجة تانية خالص خالص. لما تكوني عارفة قال بران على قلوبهم، يعني القلوب فيها صدى، ان الاستغفار بيجلي الصدى ده، يبقى لما تقولي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم انت عارفه ان تجلي قلبك، بتنضفي قلبك من الذنوب، بتنضفي قلبك من اي حاجه موجوده فيه ربنا سبحان الله عز وجل مش راضي عنها. واول حاجه التوبه يا بنات، نتوب عن اي ذنب. احنا ما فيش حد خالي، هتقولي ذنوب ايه يا هنا، هقول لك انا وانت واي حد، ما فيش حد معصوم من الخطا، ما فيش حد معصوم من الذنب. لساننا ده اللي طول النهار بيتكلم اكيد يعني محملنا ذنوب، فربنا يعافينا اللهم امين. عملتي ايه؟ ما انا قروبه بقى، وانتوا عارفين ان هنا قروبه، وانتوا طبعا حبايبي قروبات اكتر من هنا. اخدت نص كيلو، يعني خليت ربع كيلو في الصينيه واخدت ربع كيلو شيلته على جنب علشان نعمل بيه وصفه تانية. ما احنا لازم يكون عندنا بركه. بشرت جزره، ماشي تمام. ومعلش يا جماعه لو انا بتلخبط في الكلام شويه، والله العلاج اللي انا واخده هو اللي مخلي تركيزي قليل شويه، بس انا نفسي ابقى معاكم وفي وسطيكم. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه على قلبي اللهم امين. يلا نزلنا احنا قلنا عصجنا لحمه عادي جدا، ولو عندك لحمه معصجه في الفريزر طلعيها زي ما متعودين معانا، وانزلي بالطماطم وانزلي بالجزر المبشور وشويه بقى من السبع بهارات اللي بتودي اكلتنا فين وفين وفين، وريحتها بتوصل لفين وفين وفين. ولادك ما شاء الله لما يشموا ريحه السبع بهارات مع الاكل يقول لك الله يا ماما ايه الاكل القمر ده، ونفسهم هتتفتح من قبل حتى ما ياكلوا. ربنا يدينا البركه في كل حاجه اللهم امين يا رب العالمين. يلا ندعي لنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي يا رب هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف كل مرضى يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه ام محمد حبيبتي من السعوديه يا رب، يرزقك الرضا ويرزقك الذريه عاجلا غير اجل، انت وردينا يا حبيبتي وكل مشتاق اللهم امين. يلا 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 الاذكار محوطانه، مش احنا بنقول لازم الاذكار محوطانه؟ ومعلش هقطع الدعاء واقول لكم يلا النخله يا قمر، النخلات يا قمرات، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مبسوطه 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 ان القناه بتاعتنا، لان القناه دي مش بتاعتي انا لوحدي، القناه بتاعتنا كلنا ما شاء الله. النخل فيها كتير جدا يا بنات، وعايزين نكتره اكتر واكتر في الايام اللي احنا فيها دي. يلا يا بنات عايزين نزرع كتير نخل كتير في شهر الاصب، شهر رجب، الشهر من الاشهر الحرم اللي الاعمال فيه معظمه. يلا الشجره بتاعتنا هتبقى معظمه واجرها معظم. الهمه يا بنات. يلا نكمل. اللهم فرج هم كل مهموم وفك كرب كل مكروب يا رب العباد. شوفوا بتنجننا لما حطينا له شويه ملح ما شربش الزيت وطلع لونه ذهبي وقمر القمر. يلا شويه تحابيش جنب الاكله كده، البتنجان يطعم الاكله ويخليها حلوه وقمر سبحان الله. خلي اذاعه القران الكريم الايام دي جنبك، روحانيات تانية خالص. الاذاعه ما شاء الله بتجيب حاجات جميله على الاشهر اللي احنا موجودين في دلوقتي، فبتشد همتك يعني ايه وتخليكي حماس وطاقه ايجابيه، لان بتعرفك الايام اللي احنا فيها وفضل الايام اللي احنا فيها. شوفوا يا بنات ما شاء الله الاكل يفتح النفس. اهو عندنا في العلبه لسه اكله المره تانية هنعملها باذن الله وصفه تانية. عندنا الصينيه ما شاء الله مليانه خير وبركه. حطينا البطاطس طبعا في اخر حاجه، لازم اخر حاجه البطاطس عشان ما تتهريش منك، بس يا دوب في الاخر كده تاخد من الطعم. وعلينا بتنجان جنبه نعمه وفضل من عند ربنا، وبعيش يا بنات واكلنا بصراحه. حابه تعملي جنبها مكرونه تمام، حابه تعملي جنبها رز تمام التمام. يلا صلي بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وزي ما انت متعودين مع هنا، البوتاجاز لسه سخن والله يا حبايب هنا. انا رفعته بالفوطه بتاعه المطبخ عشان اعرف اغسله وهو سخن. الزيت طاير عليه في كل حته، فاحلى حاجه للزيت وهو سخن انه ما شاء الله تبارك الله يتغسل في وقتها. طبعا الطبق الفويل اللي انا كنت حاطاه بصراحه ما بقاش حلو ابدا، فقلت يلا نجيب بقى حته من الفويل كده ونجدد البوتاجاز بقى، بما ان احنا نضفناه. سواء العين اللي في النص ما بتستخدمهاش، انا بصراحه مش بستخدمها ابدا، على الاقل دلوقتي يعني. ممكن بعد كده لما اولادي يكبروا يبقى عندنا عزايم
كده ان شاء الله نعملها مع بعض ونستخدمها مع بعض باذن الله. عين تانية مثلا مش شغاله عندك، عين انت مش بتستخدميها، اي حاجه انت لفيها بالورق الفويل كده هتلاقي نفسك حافظتي عليها وبقت نظيفه وزي الفل. شوفوا ما شاء الله البوتاجاز بيلمع واحنا لسه غدانا اهو يا بنات، قصدي فطار اول يوم رمضان. ما شاء الله تبارك الله البوتاجاز زي الفل وغدانا لسه موجود. ويلا بينا نغسل بقى شويه المواعين اللي موجودين. كان في كوبايتين من الصبح كده في الحوض وكم طبق كده، يلا مشينا الحال وظبطنا الدنيا. وبصراحه فنجان القهوه بتاعي قبل ما اطلع على الشغل كان موجود، بصراحه ما لحقتش اغسله قبل ما انزل، عادي بتحصل يا بنات لان انا ببقى قايمه مش شايفه قدامي. بحاول اعمل فنجان القهوه عشان اصحصح كده واروح شغلي وادي يومي بما يرضي الله، وعلى قد ما اقدر في يومي اجمع حسنات واجمع اجر. لو طوبه في الطريق هتعطل حد شيليها وقولي يا رب اما تتاذى من الطريق صدقه. لو خشبه شايفاها ان هي هتيجي في رجل حد، اماطه الطريق من الاذى من الطريق صدقه. لو شفتي حد ابتسمي في وجهه وتبسمك في وجه اخيك صدقه. لو شفتي ست كبيره عايزه تعدي طريق اسنديها وقولي جبر الخواطر، من كان بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. وطبعا الصدقه يا بنات مش قادره اقول لكم عليها، هفضل اقول لكم كل فيديو، ومعلش الفيديوهات دي هتلاقوني بتكلم عن موضوع الاعمال في شهر رجب كتير، علشان احنا مش عايزين نضيع اي يوم في الشهر الفضيل ده باذن الله. والشهور اللي جايه عايزين نجهز نفسنا ونعد نفسنا لشهر شعبان ان شاء الله. احنا بنحط البذره دلوقتي وهنرويها في شهر شعبان وهنحصدها باذن الله في شهر رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في شهر الكريم. ربنا يجعلنا ممن عفى عنهم يا رب. ربنا يكتب لنا العفو عنده يا ارحم الراحمين. استشعري بقى وجهزي قلبك ورقاقي قلبك كده، زي ما بننظف البيت وبنجيب خزين للبيت، يلا خزيني حسنات جوه قلبك في الشهور ديت، علشان سبحان الله عز وجل الهمه لما تبدايها دلوقتي تدخلي شهر رمضان وانت عندك عزيمه وعندك همه اكتر واكتر واكتر. ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يجعلني ويعينكم على عبادته وشكره وحسن عبادته، اللهم امين يا رب العالمين. يلا خدنا بقى مع بعض زي ما انتم شايفين حماس حماس حماس. طبعا زي ما انتم متعودين انا مش بعرف اقعد غير وانا غاسله المواعين كلها اللي على الحوض ومخليه حوض نضيف وزي الفل، بحيث ان انا كده تمام التمام بقى. الغدا خلاص هيبقى جاهز وما شاء الله تبارك الله مطبخي وزي الفل. فببقى قاعده بقى ايه، ما عنديش غير بس الطبقين اللي غرفت فيهم الغدا، بيبقى الامر هين كده شويه. تعملي ايه يا هنا؟ قلت بقى اظبط كوبايه شاي يا بنات علشان الدماغ الضربه ديت، لان انا طبعا بشرب قهوه الصبح مش هينفع اشرب قهوه تاني، لان اصلا انا ممنوعه من المنبهات. بس سبحان الله مش عارفه، ما انا لو سبت نفسي للعلاج انا مش هعرف حتى اروح الشغل واروح اي مكان. فقلت بقى ايه، بلاها قهوه الظهريه كده واعمل لي بقى ايه كوبايه شاي بالنعناع القمر ده، ونزرع نخله في الجنه زي ما انتم شايفين. وربنا يديمكم نعمه على قلبي، ويا رب اكون خفيفه عليكم كده. وكل سنه وانتم